بص اركبك الكريجليه جعان حظك عينك تمشي. ده انت ما عملتش معايا النهارده، كنت عايز اركبك الكريجليه جعان. امشي. ايه يا ابوي اللي اخرك كل ده يا ابوي؟ اعمل ايه؟ المكنه كانت خربانه عبال ما صلحوا فيها. الحمد لله على السلامه يا ابوي. عنك ايه اللي بتمشي الكلاب ده؟ يكونش لاقيه. ما عرفش يا ابوي، استنى لما امشيهم نشوف ايه ده. جري هو جري. ايوه تكون لاقيه يا خرابي. قتيل يا عمده يا هالبلد. قتيل يا نهار اسود. قتيل قتيل يا عمده. قتيل يا بلد. الواد جته طلعت يا كبيره. كيف؟ واحد من البلد عثر فيه لما الكلاب نبشته. ما انت حمار، قلت له كبر الحفرة. والعمل ايه يا كبيرة؟ استنى ما تدفنوش المحروس دلوقتي لما نشوف ايه اللي هيحصل. بس ده مدينا مهلة، ممكن يتكلم. خلاص يبقى دبور وزن على خراب عشه. وكيل النيابة كتر الف خيره، عمل اللازم وزيادة. ايه اللي بيحصل في البلد ده يا شيخ البلد؟ كل يوم لنا حكاية في البلد دي. ربنا يرحمنا برحمته ويرحم أهل البلد الطيبين اللي راحوا. أنا كل يوم في دوامة في البلد دي، وكل يوم مشاكل كتير. ما هو كل العمد في كل البلاد اللي حوالينا مرتاح. مش هترتاح أنت يا عمدة لما تعرف جثة مين اللي لقاها عشية دي. لسه تقرير الطب الشرعي ما طلعش، كلها يوم ولا اتنين ونعرف جثة مين. أنا شاكك يا عمدة جثة الواد الصغير ده تكون بتاعت سعد بن جودة. وأنا نفس إحساسك ده يا شيخ البلد، بس بقول يا رب استر وما تكونش هي. دي لو طلعت هي هتبقى مصيبة حلت على الدوار وعلى البلد كلها. وهتبقى مصيبة أكبر على جودة، ده حالته النفسية وحشة قوي على غياب ابنه، واللي مصبره إنه عايش بس مش لاقيه. فما بالك أنت، أنا عارف إنه هو مات، ودي مش أي موت يا عرفة، ده الطبيب الشرعي بيقول إنه اتدفن حي. يا خراب على قلوب الناس اللي ربنا صبر عليها دي. لو الواد ده طلع سعد يبقى اللي دفن سعد حي. واحد ما كانش عايزه يتكلم يا عرفة. يا حبيبي، ليه يا رب سمعت بكده؟ وحشتني يا ولدي، وحشتني كتير يا ولدي. ما بقاش فيها الا الهدوم ريحتك يا ابني. يا رب صبرني، الصبر من عندك يا رب. صبرني يا رب، صبرني صبرني من عندك يا رب. يا سعد طلعوه من هنا. خسارتك يا سعد، ألف خسارة. ربنا يصبر ابوه. عيل صغير يا أخي ملوش ذنب، عمل لنا ده كله. اي والله مالوش ذنب واسع. بيقولوا من طبيب الشرع بيقولوا إن الدفن حي. ربنا واحد ده، هو عارف ايه اللي حصل له. ويا ترى محدش عارف مين اللي عمل له كده. نعود نعرف، باقي كام يوم ونعرف مين اللي عمل كده. ربنا يرحمه ويصبر أبوه، حالته صعبة. ايه اللي انا سامعه ده يا جودة؟ انت مش هتسمع بس يا عمده، انت هتشوف بعينيك. ايه اللي هشوفه؟ حق ولدي اللي اتدفن حي، وانا نفسي اعرفه وادفنه مكانه. سيب القانون يجيب لك حق ابنك. قانون؟ قانون ايه اللي بتقول عليه دواتي؟ القانون دواتي بتاع الناس الضعيفه، لكن انا مش هسيب حق ولدي. ما تضيعش نفسك يا جودة ولا تودي نفسك في داهية. ما انا كده ضايع من ساعه ابني ما اتدفن. انا اتدفنت معاه، وعلى فكره انا مش هيهدالي بال غير لما يجيب حق ولدي. حق ولدك هيرجع يا جودة، دي شغلتنا احنا. شغلتكم؟ لو تعرفوا شغلكم بصحيح كنت عرفت مين اللي دفن ولدي حي. يمكن ولدك ما اتدفنش حي. لا اتدفن حي، هتخبي لحد ميت يا عمده، بس انا اللي هجيب بطار ولدي بيدي. توكلنا على الله، توكلنا عليك يا رب. رزقنا وتحنن علينا، رزقنا برزق عيالنا. ايه ده؟ ايه ده؟
قتيل يا بلد، قتيل يا عمدة، قتيل 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 يا ولاد، قتيل.